جراس محمد يا نني، ما تشد حيلك شويه كده معانا وتظبط خط النص بتاع المنتخب. ده انت راجل بتلعب في اوروبا. وبعدين ايه الباروكه الخضراء اللي انت لابسها دي؟ يا عم ده تمويه. مش احنا الماتش اللي جاي هنلعب مع الراس الاخضر؟ فقلت البس الباروكه دي علشان راسي تبقى خضرة زيهم واعرف اقطع الكرة منهم. السلام عليك يا سنني، ده انت طلعت داهيه. بس ابقى خلي بالك لحسن انت تحسب نفسك بتلعب معاهم وتروح تجيب جون فينا. المهم، ايه اخبار اصابه ابو صلاح؟ يا عم صلاح ده سكلي، ولا عايز يلعب ولا عايز يعمل اي حاجه. ده كوبايه الميه بتبقى جنبه يروح يقوم الواد محمد هاني ولا عمر مرموش ويخليه يناولها له. بس هو الصراحه يا سنني هو ليه حق برضه، لان هو دلوقتي قائد الفراعنه، وبعدين ده هو دلوقتي رقم واحد في انجلترا واوروبا. فباين عشان كده شكلك انت كده غيران منه. الصراحه ايوه. طب ما انا بلعب في انجلترا ونجم الارسنال كمان وخاربها هناك، ولا حد بيجيب سيرتي ولا يعبرني. ما يعرفوش غير محمد صلاح، كل شويه مو صلاح راح مو صلاح جه. ما هو ما تزعلش مني يا سنني، فرقه الارسنال دي فرقه تعبانه. تفضل اول الدوري كل موسم تقعد لها كام شهر كده، وبعد كده ما نسمعش عنهم تاني. وبعدين اللي عمرنا ما شفناك جبت جون معاه. يا عم بطل كدب بقى. ليه مش فاكر الجون اللي انا جبته في برشلونه في دوري ابطال اوروبا؟ ده كان جون عالمي وكل الناس اتكلمت عليه. ياه، انت لسه فاكر الجون ده يا سنني؟ ده كان يجي من 200 سنه. وبعدين ده انت كنت بتطفش الكوره، راح جت جون بالصدفه يعني. المهم، انا عايز اعرف نوع الجل اللي انت بتحطه في شعرك ده، باين عليه غالي قوي. ولا غالي ولا حاجه. ده انا بشتري جل فاتيكا اللي هو الاكياس ده حتى الكيس غلي دلوقتي. ده كان بجنيه 75 قرش، بقى دلوقتي ب 2 جنيه وربع. جل فاتيكا الاكياس؟ طب ده انت شعرك ده يا سنني عايز له حله مليانه جل عشان تقضيه. المهم، امان عليك لما الكره تجيلك في نص الملعب ما ترجعش بها لورا، تطلع بها لقدام على طول. طب ما انا لو طلعت بيها لقدام هتتقطع مني وهتبقى هجمه مرتده، لكن لما ارجع بيها لورا هديها لاي مدافع وهو بيتصرف. خلاص يا سيدي، لا تطلع لقدام ولا ترجع لورا. انت تقعد زي الباشا كده على دكه الاحتياطي، واحنا هنخلي الواد مروان عطيه هو اللي يلعب مكانك. يكون احسن برضه. وبعدين مروان عطيه ده خلفت في المنتخب، ده حتى عامل شعره زيي، بس هو شعره لسه صغير يعني، فهتلاقي خبرته قليله.